سيادة اللواء، شرطة السلاح وصلت يا باشا، احنا جاهزين ودبرنا. الحياة عبارة عن ملفات وقضايا بنعيشها. كل ملف بيتفتح قدامنا بيدخلنا جوه عالم جديد. وفي قضيتنا هنشوف ناس أحلامها بسيطة نفسهم يحققوها، وهنحارب مثلث الشر، الراس المعبد، أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة، وهنشوف شياطين تانية كتير بتساعدهم، وكل همهم تدمير حلم الناس البسيطة، تدمير مصر والدول العربية مقابل مكاسب شخصية. وبين الأحلام البسيطة والأحلام الممنوعة لتجار الدم يجي حلمنا واللي لازم نحققه، ودورنا اللي علشانه نضحي بأرواحنا. حماية أمنك يا مصر، تدمير الشر.
صباح الفل يا فوفو. يا صباح القشطة على عيونك يا قمر. منى عايزاك تخلي بالك منها. من عناية يا ست الكل. ست دي ب100 راجل. من عناية يا ست الكل، كلامك اوامر. الست دي امي شقيانة طول عمرها. خلاص يا اوبا. لا لازم ياخدني بالحبتين بتوع دول. بالك هو واختي مطلعين عينيا الاثنين. سمية؟ ايوه سيبيها عليا انا هشبشبها. الصباحي بالخير يا عسل. انت اللي تصبحي يا اختي بالخير. ايه يا معلم سيد، صباح الفل. صباح الفل والورد والياسمين. صباح الفل يا احلام، امال فين امير؟ نازله حالا ورايا. اوعى الواد يكون مزعلك في حاجه. لا يزعلني ده ايه؟ ده اخويا الصغير وزينة الشباب كمان. هتبعت لي الاصطباح على الكشك؟ من عندي شايبه حليب على ابوه وامه واخواته، وابوك الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، بنشرب شيشه مشترك. خلاص يا معلم سيد، كل يوم نفس القصه. مش نفسي. اميره ما تنسى وانتوا بتتفرجوا يعني عجبتها حاجه كده ولا كده، اوعى تقول لها ما معيوش، انا عارفه ابوك. انا بقى رقبتي سبب. ربنا يخليك ليا يا اجدع صاحبي. بص عيون. يا ولد يا فتحي صباح الفل يا رجاله، صباح القشطه، عاملين ايه؟ نهاركم قشطه. فايز بيه وهيب بيه على باب الفيلا وعاوز يقابلك. دخله وقدم له حاجة يشربها لحد ما أقول لك. بلغ سوزي هانم. امرك يا فايز بيه. Hello, Mr. David. How are you? I'm good, good. Yes, I did receive the email. I tell London office to send you all the prices and details about the deal. Everything will be okay. Yes. Thank you. Bye. Bye, Mr. David. Bye. صباح الفل يا توحي، عامل ايه؟ ما تسألش على سمية يعني، ولا احنا مش قد المقام؟ وانت عايز ايه يا حلو؟ عاوز ايه يا حلو؟ مش عاوز، بطمن عليك يا توحي. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. باذن الله. بوب اسم الله، خضتك ولا ايه؟ لا يا اخويا ولا عاش ولا كان اللي يخضني. لا ما يعيش يوم واحد. بقول لك ايه صحيح، قولي كده علبه السجاير اللي تحت ايديك. اوعى. وبعدين السجاير وحشه عشان. والله انت بقيتي دكتوره ولا ايه؟ لا يا اخويا ولا دكتوره ولا نيله. خد سجاير اهي، مش تولع في نفسك. بقول لك ايه صحيح، عايز ايه؟ هو انت مش عايزه تشتغلي في السياحه؟ ايه يا فتحي؟ انت بتشتغلني؟ هتشغلني في السياحه بايه؟ بأمل راسي ولا حوش اللغات اللي مدلدقه؟ يا بنت عيب عليك، انا اظبط لك الدنيا، واذا كان على القرش سيبيهولي، انا قلقان دماغي. المهم تكون انت عايزه. فتحي. طب انا عاوز. ايه رايك يا هاني؟ اظن المره دي بقى السعر لازم يختلف. الظاهر يا بيبي وهيب بيه مش عايز يتعامل معانا، فلوسه كترت وشبع بقى. ليه بتقولي كده يا روحي؟ ويبقى عاقل، وانا عارف انه مش هيتعامل مع حد غيرنا. شكله كان بيهزر. اي والله كنت بهزر يا فايز بيه. خلينا في الشغل احسن. برافو يا بيه. ولا ايه؟ اللي تطلب الهانم سيف على رجلته، وهجيب لحضرتك لسته بالمقبره كامله، وان شاء الله مش هنختلف. تمام، اتفضل انت دلوقتي وهنحدد ميعاد. باذن الله يا هانم، باذن الله فايز بيه. واو، الحاجه شكلها تحفه، بس السعر لازم يختلف. والعموله لازم تختلف برضه. بس مش عاوزين مشاكل مع دكتور عماد زي كل مره. والله يا توحى انت اللي عارف قيمتي في الحاره دي.
حبيبي يا مستر، بقول لك اسمع، انت مش ناوي تقلب الكشك المعفن ده وتبقى سوبر ماركت قد الدنيا؟ ومين ما يتمناش، بس هو في زباين في الحاره المحببه دي؟ سيبك من الزباين، انت عندك اللي اهم من الزباين مليون مره، عندك القرص. قرص؟ احلام. مش فاهم حاجه. انا هجيلك في العيد. دلوقتي انا عايز اخد احلام اشغلها معايا في الفندق اللي انا بشتغل فيه، وهتقبض بالدولار. دولار؟ انا عارف ان الدولار ده جنيهاته كتير. جنيهاته كتير وكلها تبقى في عينك هنا، وساعتها بقى هتقدر تشتري الحاره دي باللي فيها، وتبقى المعلم عباس القرش اللي محدش يقدر يتنيله كلمه. بس احلام يمكن ما توافقش، ولازم اشاور امها برضه. امها مين يا جدع؟ بقول لك هتبقى المعلم اللي محدش يقدر يتنيلك كلمه، اما احلام بقى سيبها لك. قلت ايه؟ ماشي. بقول لك ايه يا توحة، ما تشوف لي معاك 100 جنيه كده سالف. الحجر والشاي للمعلم عند الكشك يا. اتفضل يا معلم. عجبك العفش اللي اخترناه لبيتنا يا امير؟ حبيبي احنا ذوقنا واحد، بس انا تعبت قوي من كتر اللف والشحططه بصراحه. يا اميره ما احنا لازم نلف ونتعب ونشوف كتير عشان في الاخر عيننا تقع على الحاجات الحلوه. ازيك يا فاروق؟ ازيك يا بنتي يا اميره؟ وازاي امك وازاي احلام؟ ازيك يا سمية؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. الا صحيح يا فاروق، ازاي ابوك المعلم سيد؟ ابقى سلم لي عليه. حاضر. يلا بينا يا اميره. اشوفك يا سمية. مع السلامه يا حبيبتي. الو. ايوه فتحي، صباح الفل. ايه الاخبار؟ بتقول ايه؟ ماشي يا سيدي. اسمها ايه دي بقى ان شاء الله؟ احلام. طيب ابعت لي بياناتها وانا هظبط لك كل حاجه. اكيد مستر عدنان، سجلت كل المقابلات والمكالمات اللي تمت. لا، رايي الشخصي انه ما كانش متجاوب معاهم. ربنا معاه بقى دكتور عماد. المهم انت لازم تعرف اني بنفذ كل اللي بتطلبه مني. اوكي مستر عدنان، مع الف سلامه. ازيك يا عم عباس؟ اهلا يا فاروق يا ابني، مش هتنجزوا بقى ولا ايه؟ هو انا مقصر في ايه بس يا عم عباس؟ ما احنا رحنا اتفرجنا على العفش وان شاء الله هشتريه اخر الشهر اول ما اقبض الجمعيه. جمعيه؟ امال ابوك سيد صاحب اكبر قهوه في العرب يعمل ايه؟ يا عم عباس اللي يعتمد ان ابوه يصرف عليه يبقى عمره ما يفتح فيه كده. معلم سيد، معلم سيد، روح انت يا دكتوره. ماشي يا عم عباس. زعيق على الصبح. ايه يا عباس مالك؟ ازيك يا بنت عمي؟ مالك في ايه؟ بتزعل ايه؟ معفر كده ليه؟ معفر؟ طول ما ابنك خارج داخل في الحرم على البيت، وبعدين انا شايل ولايه في رقبتي. هو صيدها؟ هي صيده؟ مراته متجوزه كاتب كتابه. دي مراتي يا عم عباس. عن اذنك يابا انا رايح الشغل. روح يا ولدي ربنا معاك. يا توحة يا توحة يا توحة تعالى احضرنا. ماله توحة يحضرنا ليه؟ ايه اللي مطلوب مني؟ المطلوب سرعة الانجاز. يعني اعمل ايه؟ ساعد ابنك وبطل بخل، متعه في حياتك بدل ما هو كده هيتمتع بعد ما ماتك. خليها برضاك احسن. وربنا وافق. يا لهوي، واحنا هنسافر امتى يا فتحي؟ بعد بكره على طول؟ ده انا حجز من دلوقتي. لا دلوقتي ازاي؟ هاخد وقت، يعني حاجات كتير هعمل. ده انا طالعه السخنه يا فتحي. طبعا اشوفك بعد بكره يا فتحي. باي باي. استحمى ولا اعمل ايه ولا ايه؟ حضروا لي الحمام. يا احلام الشوكولاته دي، انا عارف ان انت بتحبيها وبتخليكي تضحكي. اخيرا يا فتحي، احلامها تبقى بتاعتك وتحت طواك بعد طول السنين دي. مساء الفل يا عسل. مساء العيون الحلوة حبيبي. حبيبي اتفضل عيوني. يا الله عليك. اتأخرت عليك يا عسل. انت تتأخرين تدلعين كل اللي تبي تسويه. الله يخليك يا قمر. ايش رأيك؟ نطلع على الشقة ولا في شقة؟
لا يا حبيبي، انا ماليش في الشقق، انا اخري مقنع متداريه كده نهزر نضحك شويه. ليه يا قلبي؟ كل اللي تبيه يلا نسوي. يلا بينا. تروح وتيجي بالسلامه يا احلام. الله يخليك يا عم عباس. هتوحشيني يا احلام. لا والله. وانت كمان يا ماما. خلي بالك من نفسك والبسي تقيل يا حبيبتي، انت عارفه الدنيا بتبرد بالليل قوي. وانت كمان خلي بالك من نفسك. هتوحشيني يا احلام. مع السلامه يا احلام، محتاجه اي حاجه من عندي ومن عندي؟ اوعى تنسى الاستباحه بتاعتك. علي بالسلامه يا احلام. مع السلامه يا ابن احلام. ابن احلام ايه يا عم؟ انت ايه طالع رحله ولا ايه يا جدعان؟ واحنا خلي بالك معجبين. من امك يا بنتي. يلا يا اما يلا. الله يسلمك. خلي بالك من امك يا كلمك. أميرة خلي بالك من ماما. فلوس بقى. أنا مش مصدقة إن أنا طالعة السخنة. مش مصدقه ان انا طالعه السخنه. جرى يا بت 100 مره اقول لك الغردقه مش السخنه. يا عم غردقة سخنة، المهم نلعب في الرملة. تلعبي في الرمله؟ طب والله لا ترسلك دماغي في الرمله. ما تجيبي بوسه. خلاص. شكرا. كيفك حمدي؟ شو الأخبار؟ الحمد لله. اتفضلي يا ست الكل. ده ملف فيه كل اتصالات وتعاملات سمو الشيخ في الفترة الأخيرة زي ما أمرت بالظبط. أوكي، ما ناقص شي؟ إطلاقا. حمدي، لو نقص شي هيكلفك حياتك. لا 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 لا، وليه؟ كله تمام. أوكي، ثانك يو حمدي. معلش. اتفضل. لا زيكا هات صورة في العربية. يلا باشا. صباح الفل. ازيك يا باشا؟ هي دي أحلام ها؟ يا باشا. أنا أحلام. أهلا، إزاي حضرتك يا باشا؟ علي باشا القاضي، يعني شرطة الساحة كلها وصاحبه هو اللي مظبطك هنا. طب روح لمستر عادل، هو معاه كل التعليمات. حصل لازم. يلا بينا. في ايه يا بنت؟ انت هتنتحري ولا ايه؟ إيه ده كل ده حمام سباحة؟ يا نهار اسود، ده أكبر من المنطقة بتاعتنا. اكبر من المنطقة، ده قد المنطقة مرتين. تعالي بس انت لسه شفت حاجة. تعالي يا بنت. هو أي حد بيجي هنا بيتنضف. السخنة دي طلعت جامدة أوي. ايه تعالي. السخنة طلعت حلوة جدا. السخنة طلعت حلوة جدا. السخنة تاني يا أحلام، تاني السخنة. على الطلاق ده في دماغي في جزمة. اوعي. مسيو نعم، كيفك؟ ايه رأيك في الحاجة المرة دي؟ ما انا وعدتك من المرة اللي فاتت هزود نسبتك. طيب ابعت لي بقى ايميل بكل التفاصيل. يلا باي باي. ومن هنا ورايح هناخد قرارات جديدة، وكل واحد لازم يعرف حجمه ودوره. ويا ريت اللي عنده اعتراض يقول من دلوقتي. اكيد الرأي رأيك يا مستر عدنان. بس احنا رجال اعمال مش رجال عصابات. انا معترض على اسلوب العنف اللي حصل في لبنان، مش هيعدي بالسهل. مش معنى ان في ديمقراطيه في المجلس ان انتوا تعارضوني في اللي انا بقوله. ولازم تبقوا فاكرين ان انتوا فلوسكم وحياتكم بفضل المنظمه اللي انا بتكلم باسمها. تحب تقول حاجه تانية يا سيد عماد؟ انا مش موافق. يبقى انت اللي اخترتها. زي ما احنا عارفين احنا كلنا اقسمنا على قسم واحد، اعاده تشكيل شرق اوسط جديد وباصل واحد ومن غير اي عقبات. الاجتماع انتهى، تقدروا تتفضلوا. استنى انت يا شيخ ناصر.
دلوقتي يا شيخ ناصر انت مسؤول قدامي عن مصر، والتكليفات هتوصلك اول باول. انا ما عنديش مانع، لكن الدكتور عماد. الدكتور عماد دوره انتهى. انتهى. الأوامر صدرت من دلوقتي، لازم تجمعوا كل الدولارات من السوق، ومن دلوقتي وبأي ساعة. بس احنا كده هنقلب البلد. هو ده اللي مطلوب قصدك. الله عليك. هلا هلا منور سمو الشيخ، اتفضل. الشنط على السويت لو سمحت. مسز كلوديا، احنا جاهزين، بس محتاجين ننسق مع الدكتور عماد عشان نشتغل براحتنا. مش فاهم يعني ايه انتهى دوره؟ اوكي يا مسز كلوديا، تحت امرك. مع السلامة. سلام. كل الستات بيغيروا مني مش عارفة ليه، ماما وبابا عملوني حلوة أنا ذنبي إيه؟ كل الستات بيغيروا مني مش عارفة ليه، ماما وبابا عملوني حلوة. انت عارفه يا سميه انت بالنسبه لي ايه؟ ايه؟ الدنيا اللي انا عايز اعيش فيها. بحس ان انا على طبيعتي، ما بقاش شايل هم حاجه، بحس ان انا طفل رغم المشاكل والهم اللي بنشوفه في شغلنا، بس بحس ان انا حقيقي. انت بالنسبه لي حياه. انا بحبك يا سميه. وانا كمان يا فاروق والله العظيم بحبك، من يوم ما وعيت على الدنيا وانا بحبك، من واحنا عيال صغيرين قد كده. ايوه يابا، بس انا بحبها. شوف يا فاروق يا ولدي، هما كلمتين تحطهم حلقه في ودانك. البنت سميه دي ما تنفعكش زوجه، وعلى راي المثل حاسب حاسب. حاسب ايه يابا؟ حاسب قبل ما تناسب، المثل بيقول كده. انت هتبتديها غباوه. بقول لك ايه، انا مش عايز نتكلم في سيره الناس،
دي ابوها كان تاجر مخدرات وسابهم من 15 سنه، طفش سابها هي وامها واخوها. بياكلوا منين؟ بيشربوا منين؟ بيروحوا فين؟ بيجوا منين؟ انا مش عايز نجيب اعراض الناس. فهمت ولا نقول كمان؟ فهمت يابا، بس انا عايز اقول لك على حاجه يابا، ما تحكمش على ماضي الناس. لو كل واحد حكم على ماضي التاني مفيش حد هيتجوز. الكلام ده سمعته في السيما في فيلم الماضي المجهول. نفذ اللي بقول لك عليه. تحبوا تشربوا ايه؟ لو سمحتي 2 عصير ليمون بالنعناع. ما قلتي لي يا حلوة شو اسمك؟ احلام. الله، أحلام اسم جميل، في ريحة الطرب الأصيل. ميرسي لحضرتك، عن اذنك. تفضلي. سامع؟ اسمها أحلام، اسم جميل وهي أجمل من اسمها. كلك ذوق. ايه رايك يا سوزي هانم؟ برافو يا فوفو، شغل على ميه بيضاء. طبعا احنا شغلنا عالي قوي، وبصراحه يعني البنات بتوعي عملوا شغل عالي قوي ويستاهلوا عليه مكافاه، ولا ايه يا فوفا؟ صح طبعا. طب بطلي الشويتين بتوعك دول انتي وهي، وكفايه اللي حصل من ورايا، ولا ندرب ناس جديده؟ لا وعلى ايه؟ خلينا اصحاب احسن. ايوه كده، اظبطي انتي وهي، ويلا دلوقتي، واللي اتفقنا عليه هتلاقيه في البنك والزياده كمان. هو ده الكلام. اوكي يا روحي، واي حاجه تحتاجينا فيها هتلاقينا فورا. يلا بقى يا فوفا. يلا يا ميم، باي يا روحي. باي باي. يلا يا حوده، يلا يا حوده، شوف شغلك. يلا عندنا شغل كتير يا جدع. خد اشرب لك بقين عصير بدل ما تغطس وتهبط. اغطس وهبط؟ يا بنت مش هغطس اصلا. ما انت هتعمل ايه؟ انا هقعد معاك شويه. طب اشرب انا احسن، حاسه اني ههبط. اشربي اشربي. عصير ليمون جميل. باي باي. خد يا بنت، رايحه فين؟ بنت المجنون دي. يلا يا عم. حمدي باشا، اخبارك ايه؟ لا ما تقلقش، كله تمام. هبعت لك ايميل بالتفاصيل. طيب هكون مستنيك. سلام سمو الشيخ. تمام، سلام. حبيبي، ايه ده كله؟ ده كتير قوي يا ابو فهد. ما في شيء بالدنيا كتير من اجل عيونك. اهلا بيك استاذ حمدي. اهلا بيك، اهلا بيك يا شيخ سويلم، منورين. هذه قايمه بالاصناف المطلوبه. تمام تمام. ايه ده؟ ايه ده يا مشايخ؟ ايه الكميات والاصناف؟ لو انت حرب ولا تحتلوا البلد؟ احنا ما بنخاف، احنا بنحمي ارضنا وناسنا. بس دي كميات واصناف كتيره جدا. لا لا لا، مش في صلاحياتي، لازم استاذن سمو الشيخ الاول. البركه فيك استاذ حمدي، والله ما لينا غيرك يا اخي. لا تشيل هم المصاري، ميت سمو يأذن جاهزه. تمام، ما دام المصاري موجوده يبقى اتفقنا. بالاذن. الله معك.
ميرسي يا حياتي. تسلم اناملك الحلوه، ما ننحرمش. اسمع يا حمدي، امرني. عايز اعرف عنها كل حاجه. كل حاجه سموك؟ بتكلم انجليزي، ابي اعرف كل شيء عنها من الالف الى الياء. عيوني. تسلم عيوني. تفضل. تمام تمام، انا هجابل فاز بيه وابلغه وهنتفق على كل حاجه. ماشي خلاص. ما تنساش بقول لك ايه، اوعى تنسى اللي اتفقنا عليه. تمام تمام، بلغني بقى باللي هيحصل اول باول. سلام. وهيب ايه؟ باشمهندس رادي هيبلغك انه كله تمام وجاهزين يحفروا من الليله. حلو قوي. جاهز الرجاله؟ الرجاله جاهزه ومستنظرين اشاره من سعادتك يا وهيب بيه. روح انت دلوقتي. احنا احسن ارباح حققناها واكثر ارباح في الربيع العربي. بيوتيفول. يا سلام، انت كل يوم تحلوين اكثر مني. تفضلي. اوعى الامر. ازيك يا فتحي؟ يا بنت مفيش. وايه اللي مفيش وانا ما اعرفكيش ولا ايه؟ في ايه بقول لك؟ الشيخ ناصر بيتكلم معايا بطريقه غريبه جدا. طريقه غريبه جدا ازاي يعني؟ معرفش معرفش. فهمت. لا ما تقلقيش، الناس دي احنا مش في دماغنا اصلا. وبعدين لو فكر ولا شيطان وز ونعمل معاكي حاجه اتفرجي فتحي هيعمل ايه؟ يلا قدامي. ماشي. بص يا شيخ، انا قدرت اقنع سمو الشيخ اني وافق على الاصناف اللي انت عايزها بمنتهى الصعوبه. عشان تعرف بس انا بعزك قد ايه. طال عمرك استاذ حمدي، انت دايما زين. والله ما قصرت، احنا ما نقصر معاك. تمام، ما قصرناش مع بعض، بس الشغل شغل يا جماعه. الناس القديمه قالت ايه؟ اللي اوله شرط اخره خير ان شاء الله، وكل اوامرك مجاب. عمولة 2%. لا كتير كتير استاذ حمدي. ماشي 1%، عشان خاطر الحب والمودة والمعزة. ده آخر كلام عندي. واحنا موافقين وما نرد كلام الكبار. تمام، يلا بقى لسمو الشيخ عشان يخلص الاتفاق. يلا بينا. صباح الخير يا علي بيه. صباح الخير يا سعيد. ايه رأي معاليك في شوية الصور دول؟ وريني. حلوين جدا يا سعيد، باخدني على طول. تعليمات سيادتك يا فندم. أي أمر تاني يا فندم؟ تسلم ايدك، اتفضل. يمكن الأخ حمدي قال لكم عن سرية العملية الجاية. مساء الفل يا شيخ ناصر. أهلا أهلا. أنت فتحي يا باشا. فتحي. إيه فتحي. أهلا يا فتحي. ازيك يا حمدي بيه؟ اهلا بابا. يا باشا تأمرش بأي حاجة؟ شكرا. باشا ضيوفك ضيوفنا والمكان مكانك، اللي انت عايزه أمر بس. قول يا فتحي. شكرا يا فتحي، الله يخليك. ماشي يا باشا. مع السلامة. بالإذن. مع السلامة. اتفضل، هكلمك بعد ما اخلص شغل. اهلا يا استاذ فتحي. ايه مقلدم كده ليه على الصبح؟ البت ضايقتك ولا ايه؟ الموضوع ملوش علاقة بأحلام. امال ايه علاقة بيه ده ان شاء الله؟ الموضوع أكبر من كده بكتير، وفي حاجة حصلت لازم أقول لك عليها. دلوقتي راجل الشيخ ده شكله شوية. يا فتحي. أنا مش عارف. مالينا من حب جانب؟ حب ايه وجانب ايه؟ انت عامل لي فيها عبد الحليم ولا ايه؟ يا فتحي، وجود الشيخ سهيلم وولد الشيخ مساعد هنية معناته شغل على كبير. سهيلم مين وبتاع مين؟ مش فاهم حاجة يا ضرور، وضح. أنا فاهمك يا فتحي. الشيخ سهيلم وولد الشيخ مساعد ملوك الأنفاق هنية، وما حد يقدر يبيع قطعة سلاح واحدة أو أي شيء بدون إذن الكبار. الكبار يا فتحي. فاو سلاح. سلامة روحك. أنا من الآخر لازم أفهم،
وعشان افهم لازم انت اللي تقول لي. فتحي اطلع استنى من بره 3 دقايق وهندهلك. اتفضل. ايوه يا ابني، اديني اللواء سالم. يا باشا صباح الخير سعادتك. في تطورات جديده في الموضوع يا باشا. ادخل يا فتحي. دي بقى لازمة اللقطعة اللي انت قطعتها لي دي بقى. ايه ده بقى كلام؟ اسمعني كويس في الكلام اللي هقوله لك، ان دي اسرار شغل. انا مش ضابط سياحه زي الضباط اللي انت تعرفهم. انا ضابط جاي من جهه سياديه لمأموريه محدده. احنا بقالنا فتره بنراقب الشيخ ناصر بره مصر وجوه مصر. الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدنا علشان نمسك الراجل ده متلبس حد انت تعرفه كويس. هو كل اللي في دماغي علي. احلام. لا احلام لا يا علي، مالهاش علاقه بالحاجات دي. اقعد يا فتحي. احلام لا يا علي. احلام متأمنة 200%، واحنا مش جايين نلعب، فعايزك تركز كده كويس قوي تسمع مني اللي هقول لك عليه. انا بعد اذن سعادتك يا باشا حطيت خطه تعتمد على فتحي علشان اقدر اوصل لمكان وميعاد التسليم بالظبط، وبالطريقه دي اقدر اقبض على الشيخ ناصر والمجموعه اللي معاه من البدو متلبسين. بس عايزك تبلغني باللي هيحصل اول باول، مش عايز غلطه واحده بس. عايز العالم كله يعرف ان مصر دي بلد الامن والامان، وان رجالتها محترفين وعلى قدر كبير من المسؤوليه. فاهم يا علي؟ تمام يا باشا. يلا اتفضل على شغلك. تمام يا باشا. اهلا اهلا يا فتحي، اهلا يا احلام. اتفضلوا. اهلا بيك يا باشا. خير يا باشا. استاذ حمدي قال لنا ان سعادتك عايزنا. اي نعم عايزك. اسمع يا فتحي، من الحين السويت كامل محجوز بالفندق حق احلام، وسياره خاصه تحت امرها، وحراسه بعد لاني بتزوجها. ومن اليوم ورايح لو ببالك شيء عند احلام شيله من بالك، امحيه مره واحده، تخلي بس اوامر احلام هانم، طلبات احلام هانم. ايش قلت يا الحبيب؟ اللي تشوفه سعادتك يا باشا. احنا يعني هنلاقي الاحلام مين احسن من سعادتك يعني. مبروك. هو مين ده اصلا اللي بتكلمه في اي حاجه تخصني؟ اذا كان على عرضك انا موافق عليه، ولو عايز تخطبني اهلي موجودين. فتحي حيالله جاري. اذا كان على الخدامين مفيش اكتر منهم. اطلع بره يا فتحي. المظاهر دايما بتخبي الحقيقة، في ناس تبان خاينة وهي بريئة، تحكم عليها الناس بخيانة الإخلاص، وده ملوش
ملوش أساس حتى لو دقيقة. قلوب تداري الحب في عز ما هي عايشة، يتقال عليها بتكذب وكل ده رضيان. قلوب تداري الحب في عز ما هي عايشة، يتقال عليها بتكذب وكل ده رضيان. حبيبهم يقول خاينين يتعذبوا ساكتين عشان مستنيين إن الحق يظهر لكل خلق الله. الناس دي مش في دماغها اصلا، وبعدين لو فكر ولا شيطان وزه ويعمل معاكي حاجه اتفرجي فتحي هيعمل ايه؟ مشكلتي يا حبيبي حاسب على القديم. لا اهلا، ازيك يا فتحي؟ قولي عامل ايه في شغلك؟ لا انا عايز اتكلم معاك. مش فاضي، عندي ميعاد كمان شويه. ايه رايك في الساعه دي؟ ناصر جابها لي بيقول انها ب20,000 جنيه. تعالى عايز اوعى يا مش فاضيه، عندي ميعاد. ولع فتوح. مش بس تعرف انك فاجئتني؟ ليه؟ عمري ما كنت اتوقع ان لسه في حب بالشكل ده اليومين دول. الاحلام دي طول عمرها حلم يا علي. من واحنا عيال صغيره لما كانت تنزل تلعب في الحاره كانت عيني ما بتتشالش من عليها، وهي عمرها ما بصت لي ولا عمر عينها جت في عينيا زي ما تكون كانت قصده. عكس كل البنات كانوا هيموتوا بس يتكلموا معايا الا هي. بصراحه كان الموضوع مضايقني، وقلب معايا بعند وقلب معايا هي كمان بعند، وكبر العند ده بينا احنا الاتنين. كنت اقول لها الكلمه ترد عليها ب10 لحد ما جبتها معايا لهنا. بصراحه نيتي كانت شمال، بس الحالة مش شمال عليك. أنا عمري ما حاربت عشان حاجة في حياتي، ولا عمري فكرت أحارب عشان حاجة، بس اكتشفت إني كنت غلطان. في حاجة واحدة بس الواحد يستاهل إنه يحارب عشانها، أنا اللي جوايا وجوا أحلام حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص يا علي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انت خلصان خالص. جدع يا جدع في ايه؟ طب انا غلطان اني اتكلمت معاك والله يا حبيب. اتريق اتريق يا اخويا. انا غلطان اني حكيت لك. حاجة حلوة كده بقى. هو ليلة كده الحارة وتخليها أحسن كمان. إيه العربيات الحلوة الكبيرة دي اللي دخلت حارتنا؟ خير يا رب. أنا أحلام. أحلام. حبيبتي حبيبتي يا بنتي. وحشتيني حبيبتي. أنت كمان وحشتيني يا حبيبتي.
ايش يا احلام؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ الله يخليكي، الله يزيدك. اطلعي كده عشان تحضري حنة اختك حلوه قوي من الكيكي. يلا يا حبيبتي. احلام انت كويسه؟ حلوه بجد كويسه. وحشتني. كنت حلوه. اطلعي لاختك يا حبيبتي. ايه؟ خير خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. عايزين حاجه حلوه يا ريس. يا ابني خف شويه. انا جات لي رحله سفاري مع حمدي سكرتير الشيخ. وانا مالي؟ جرى يا علي، ما تروق فوق كده. انت ايه، جالك زهايمر ولا ايه؟ طب ما تطلع تعمل شغلك. اعمل شغلي؟ هو في يا علي؟ هو انت يا جدع انت مش قلت لي لما يحصل حاجه اجي اقول لك؟ هو ده مش شغلي ولا ايه؟ وانت مش شغلك تطلع تعمل حفلات في الصحراء؟ خلاص اطلع اعمل حفلات في الصحراء. صحراء؟ صحراء علي يبقى كده؟ لعلمك بقى هي طول عمرها كده. طول عمرها كده؟ ماشي يا علي. انا غلطان اني جيت وقلت لك حاجه. ودوسي على قلبي لا دوسي شم الروايح يا الحلال يا فلوسي شم الروايح ودوسي على طرف الملاية تاني شم الروايح يا الحلال يا مالي شم الروايح دوسي على طرف الملاية تاني شم الروايح يا الحلال يا مالي شم الروايح ودوسي على طرف الملاية تاني شم الروايح قال حلال يا مالي شم الروايح دوسي على طرف الملاية تاني شم الروايح قال حلال يا مالي شم الروايح ويا عريسكم بين الشمس الحب اللي بيني وبينك سمية والله العظيم بحبك، بس لازم اخد رأي ابويا. بحبك. لا ما هو باين الحب قوي. ده اخر كلام عندك يا فاروق. بص يا بنت الناس، اللي ما يكبرش قدام اهله يبقى عمره ما يكبر قدام حد، واللي ملوش خير في اهله مش هيبقى له خير في حد. يعني ايه؟ يعني جواز اسمه ونصيب يا سمية. الجواز اسمه ونصيب. الاسطوانة المشروخة اللي كل ما راجل يحب يخلع من واحدة ست يقول لها الجواز اسمه ونصيب. فيلم عربي قديم وبايخ، بس انا كنت عارفة من الأول. كنت عارفة انك مالكش شخصية ودلدول. يبقى انت لسه ما فهمتيش يا بنت الناس. بس انت مش غلطان، انا اللي غلطان. انا مش هندم عليك ولا حتى هزعل، عشان انت ما تستاهلش. انا اسف نفسي. سلام يا سيدي الرجاله، قصدي عيلة الرجاله. يا الحلال يا مالي شم الروايح ويا عريسكم بينا والشمس طلعت. وصلوا عريس الليلة يا فاروق عم السيد عم عباس. يلا بينا، طب يلا بينا رقصونا دلعونا فرفشونا واحدة واحدة عالسقف والمزيكا رقص.
بدك إياه. تعاملات مستر عدنان مع كل الشركات والأماكن والأشخاص اللي بيتردد عليهم بأوروبا وأمريكا. بس أنا خايفة عليك كتير. بدي منك 5 دقايق وراجع على طول. اوكي حبيبي. نعم. حبيبي اتفضلي. ايه ده كله يا ابو فهد؟ هي البت ظبطت قوي كده؟ يخرب باتها. طر وروح دايما في الخدمه. بص يا امان، المايك يتزرع في الترابيزه مظبوط، تكه واحده مش تكتين، فاهماني؟ حاضر. فهمت يا بنتي ولا هتلخبطي الدنيا؟ تعليماتك يا فندم. تمام اتفضلي. شكرا. ومتى التسليم؟ اتفضل سموك. تأمرني بحاجه تانية؟ لا خلاص. شكرا. وشايف البنيه داش علينا؟ والله ما شفتها. سمعوني زين. البضاعة إن شاء الله بتوصل بعد يومين، وراح أبلغكم بكل التفاصيل، موعد ومكان التسليم. آمين؟ وفلوسنا كلها راح تنزل بحسابنا بسويسرا. فهمتوني؟ زين كده زين يا ابوي. زين، الله معك. مع السلامة. يلا كده زين يا ابوي. أحلام هاني، يا رب تكوني وصلت بالسلامة. كان سمو الشيخ أمر إن الفرقة اللي عجبت حضرتك في الحفلة هتيجي تحيي فرح الهانم أختك. ألف مبروك يا فندم. وكان أمر برضو إن احنا نجيب بدلة العريس وفستان العروسة من باريس يا فندم. ألف مبروك يا فندم، ألف مبروك. لو احتجتي أي حاجة أنا تحت أمرك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. مع السلامة حضرتك، مع السلامة. الو. البقية في حياتك يا حيامي. دكتور عماد اتقتل. شو؟ امتى صار هذا الشيء؟ اوكي لا خلص مثل ما عم بتقول ما رح اتاخر ابدا، بس بليز حياتي بليز انتبه على حالك وكتر البودي جاردز حواليك. اوكي قلبي، باي حياتي، تيك كير. الله. الو ديمتري، بديك تسمعني كتير منيح وتنفذ بالحرف اللي حقول لك عنه. شكرا حبيبي قبل كتير لما باجي مصر اتصل فيكي. ان شاء الله يا حبيبي، هذا كلمك بيرفكت ديمتري. كل اللي عليك تعمله هلا تسافر اول شيء على باريس، تجهز كل اللي اتفقنا عليه وتستنى مني تليفون لتنفيذ الخطه. اوكي رودي. ديمتري انا ماني محتاجه اقول لك قد ايه هذا الموضوع كثير مهم بالنسبه لإلي. ما تخافي رودي، كل اللي طلبتيه هيتم. باي. باي باي. الو. ايه حبيبي، كل شيء تم مثل ما انت بدك. بليز تيك كير. اوكي باي قلبي، باي.
اصول فتحي اللي ساب شغله في الغردقه وجاي يحضر منه. طب العريس 1000 مرة 1000 مرة. والعروسة 2000. العروسة 2000. والمعلم عباس القرش. المعلم عباس القرش. كمان مرة المعلم عباس القرش عشان بيحب الحاجات دي. كمان مرة معلم عباس القرش عشان بيحب الحاجات دي. والست أحلام. الست أحلام. لا، أحلام هاني مليون مرة. مليون مرة. ورقصوا ميليسي. اهلا يا فايز. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله، اتفضل. باقي بحياتك يا حبيبي. حياتك الباقية يا فايز. يا بيه، مسيو عدنان مش عايز اللي حصل يأثر على شغلنا. برضه الدكتور عماد كان ليه مكانة كبيرة في المنظمة. ما تقلقش يا فايز، وبلغ مسيو عدنان ان الشغل هيمشي زي الاول واحسن كمان. كلنا تحت امر المنظمة مهما كان الثمن اللي بندفعه. أنا فعلا أكدت لمسيو عدنان إنك رجل أعمال عاقل، وبرهنت على ذكائك وولائك للمنظمة. عشان كده بقول لك أي حاجة تفكر فيها، أي مساعدة، ما تترددش، بلغني بس. أشوفك بخير. فايز، خلي بالك من نفسك، وبلغ مسيو عدنان وقول له يحيى بيقول لك لو لسه في الامر بقيه هنتقابل وقريب. أربعة. وفورك معاك. ما حبيتش اقلقك معايا. مش هالكلام يا حياتي، انت تقلقيني؟ اي خبر منك يسعدني، يعني انت تسعديني ما تقلقيني. المهم قولي لي شلون العرس؟ عادي، فرح زي اي فرح. يعني استانسوا؟ قوي. الحمد لله. قوي. الحمد لله. بس ثانية واحدة اخش الحمام. اتفضلي. الو، اهلا عدنان باشا. الو يا علي باشا. انت ازاي تعمل كده من ورايا؟ ازاي تكلم احلام من غير ما تاخد رايي؟ ايه ما قدرتش؟ يعني ايه ما قدرتش؟ هو انت مش راجل؟ طيب ساعة واحدة والاقيك قدامي. سلام. هلا هلا حبيبة عمري، هلا بحياتي، هلا بالماي المبرد بالغرش. يعني ايه؟ يعني احبك وايد، اموت عليك، اموت فيك. سمعيني يا روحي، ابيك تجهزين نفسك، انا محضر لك مفاجأة وايد حلوة. العرس الخميس القادم ان شاء الله. عرس؟ طبعا زواجنا انا وياك ان شاء الله. طب واهلي؟ اهلك كلهم على عيني وراسي. سمعي، السيارة جاهزة لهم، السويت كامل محجوز لهم بالفندق، طلباتهم واوامرهم وطلباتك واوامرك كلها مجابة. باش تبين احسن من كذي؟ ولا حاجة. يعني خلاص اوكي ان شاء الله. اوكي يا روحي، والحين عاد انا استاذن عن اذنك. انت فين؟
يحيى انا عارفه انه انت مش مرتاح. ولا عماد كمان مرتاح، ومش هيرتاح غير لما انتهي من كل اللي عملوه فيه كده. عشان كده عايزك تنفذ الخطه اللي انا حطيتها بالحرف الواحد. حبيبي ما تقلق، انا رتبت كل شيء مثل ما اتفقنا. تمام، هتنفذي اول خطوه في مصر، وبعدها هاي سوزي. هلو، شو الاخبار؟ هلو ودي شو فايز؟ اهلا. ايه رايك يا هاني؟ بعقد. اتس وندرفul. مش هنختلف ومش هيبقى اول تعامل ما بيننا. انا مستعده اخذ منكم كل اللي بتطلعوه اذا كان هالقد حلو واكثر من كده. طيب لكن نحن متفقين بنتصر الايميل من عندكم وطريقه التسليم. وشغلنا دليفري، بنوصل لاي بيت في اي دوله في العالم. يا سلام. طب وكيف تعملوا هيك؟ الحقيبه الدبلوماسيه. بس شو فايز، ما تقلق لو سمحت، مثل ما بقولوا بالمصري نحن بالهوا سوا وانتوا عم تشتغلوا معي، ما هيك؟ هيك روديان. بقول لك يا علو، انا متاكد 1,000,000% ان الحفله دي هيحصل فيها العمليه اللي احنا مستنيينها من زمان. طب وانت مالك؟ انا قلت لك 100 مره قبل كده مالكش دعوه باي حاجه، اعمل شغلك وبس، الباقي كله شغلنا احنا. شغلكم انتوا؟ طب ايه رايك ان احلام قالت لي كلمه السر وانا لازم ابقى معاكم؟ كرايه فتحي، من امتى وانت بتساومني؟ حقي يا احلام يا جدع. فكر وقول لي. صباح الخير سموك. اهلا حمدي. اسمع يا حمدي، أمورني. جهز الحفلة وابعث البطاقات للمدعوين، واسمع ما ابي اي اخطاء، لان الحفلة هذه فيها ناس مهمين جدا، فهمت؟ اعتبره حصل سموك. تؤمر بحاجة تاني؟ الأخبار ممتازة يا باشا. أخيرا قدرنا نحدد مكان مع تسليم السلاح. التسليم هيتم في فيلا عرفنا إنها متسجلة باسم الشيخ ناصر. حطيت خطة لتأمين المنطقة كلها، وبمجرد دخول السلاح للفيلا هنهجم عليهم فورا. خير يا علي، كده نقدر ننسق مع النيابة وتكون كل إجراءاتنا سليمة. عندي فلاشة فيها التفاصيل، تفاصيل العملية والخطة كلها. للمرة التانية بأكد عليك، أي غلطة تكلفك حياتك. لا حياتي إيه؟ لا أنت بتتعاملي مع حد، تأكدي إن مفيش أي غلطة. بذكرك للمرة التانية. عيوني. اشربي الشاي. مسيو عدنان اتقتل؟ انت عجلك ده المال. الخطة سهلة يا جماعة. يا بوي سهلة كيف؟ دي خطة ولا الجن الأزرق يعرف يفكر فيها. عشان تعرفوا بس إن الغالي
دايما ده منوف. صباح الخير يا سياده المستشار. اهلا بحضرتك. في الحقيقه يا باشا احنا مستعجلين على اذن النيابه شويه، عايزين نتحرك براحتنا. طبعا يا باشا طبعا. ساعه واحده وتفريغ التسجيلات ومحضر التحريات هيكون على مكتب سيادتك. متشكر يا باشا، متشكر جدا. في حفظ الله. السلام عليكم. افتح يا فاروق. دي ماما بتخبط على الباب وافتح لها. انا ماما بالذات عيب افتح لها وايدي فاضيه. يعني ايه يا فاروق؟ يعني لازم اطلع لها بحته عيل. يا سلام، هتسيب ماما واقفه على الباب 9 شهور؟ والله ما انا قعدت 30 سنه لحد لما اتجوزت. فاروق قوم افتح لماما الباب. اسكت انت، اسكت انت. قلت لك خبرني يا اتفضل ولا عيب. ايه ده؟ اتفضل. أميرة. انا جيت ياما. الله اكبر. ازيك يا عم الله عباس؟ عامل اكبر ايه؟ الله اكبر. ازيك يا ام؟ وحشتيني. لا والنبي ايه؟ وانا اللي كنت هموت من القلق عليكي. اهدي بس يا حماتي، ايه اللي يقلق في كده يعني؟ مراتي واحنا في شهر العسل. بقول لك ايه؟ انا يهمني دلوقتي ان انا اقول لك ان احلام اختك هتتجوز، ومش اي جوازه، دي هتتجوز راجل اعمال كبير قوي قوي قوي، وعامل لها فرح ايه قد الدنيا، وعازمنا بقى كلنا كده عشان نروح الفرح، وجايبين العربيه تحت. لا والله يا حماتي روحي انت الفتره دي توحشينا. بقول لك ايه؟ قوموا البسوا يلا عشان نروح، اهي منها تبقى فسحه ومنها تكملوا شهر العسل. يلا يلا قوم يا رؤى، يلا قوم نلبس. على اذنك ياما. الله اكبر الله اكبر. اتفضلي. بعد اذنك يا عم عباس. اتفضل يا رؤى. يا رؤى، شفت يا اخويا البنت هتنقطني، بتقول له يا رؤى، بتدلعه، في ست بتدلع جوزها. Of lovers sleep and tight are rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and tender. مفيش اي حد من افراد القوه يتحرك الا باشاره مني. واضح؟ ايه رايك يا رودي هانم؟ شي بعقد، ما مصدقه. يعني تستاهل بقى المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه؟ بيستاهل واكتر كمان. يا جماعه انتوا مش عارفين اجدادكم الفراعنه هولي كانوا ناس عظماء، عملوا شي برضه لهلا عايش وما في مثله بكل العالم. Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can, even though there may be it seems I'm far away. Never wonder where I am, 'cause I am always by your side. سيادة اللواء، شحنة السلاح وصلت يا باشا واحنا جاهزين للاقتحام. تمام يا باشا، قول لي مجرد التنفيذ. مستر كنعان، الشرطة بتحصل المنزل وبدي نتعلم طيارة جاهزة. يلا. ايوه سعيد، تهجم بقوة اللي معاك من البوابة اللي ورا يا سعيد،
مش عايز عنف يا سعيد. تعليماتك يا باشا. تمام. ايه ده؟ انتوا مين؟ بتعملوا ايه هنا؟ نقيب امن رياضي، امن وطني. والامن الوطني عايز مننا ايه؟ ودول؟ مش فاهم. فهمك. طيب يا جماعه طالما طلعتوا معرفه جاي لي فايز بيه وسوزي هانم استاذن بقى واجي مره ثانيه. لا على فين؟ كلكم مشرفين؟ انتوا مش عارفين انا مين وبشتغل مع مين. احنا عارفينك كويس قوي، واللي مشغلك واللي معاه كلها كام ساعه كده وتقابلوا عندنا ان شاء الله. هي بدون شوشره وبهدوء كده، اتفضلوا معانا. السي اوريدي هنا وهتعاملت معانا وبلغت شكر السلطات المصريه اللي انتي؟ ايه انا؟ عشان مستغرب بهالقد؟ انتوا فاكرين كل العالم مثلكم؟ ببيعوا تاريخهم وتراثهم قبل شوية مصاري؟ اللي مثلكم عار على الشعب المصري والعربي. هو يقول لك يلا اقعدي. فتحي، أنا الحقيقة مبسوط منك وايد على الحفلة هذه الحلوة اللي سويتها، لكن تعال أبيك شوي. ماشي يا باشا. تضحك على ناصر العبيدي يا كلب، لكن هين انا عراويك. حمدي سوي اللي قلت لك عليه. يلا حبيبتي الطياره بانتظارنا. يلا فين؟ انا مش رايحه حته. شو انت رايحه؟ احنا بنقعد هني وتطير الطياره واحنا قاعدين. ما تطير الطياره، انا مش هسيب فتحي. نعم الحين بنتي قاعده تسيب فتحي ها بعد ما سويت هانم، لكن هيا انا عراويك. خلصوا عليه. تمام يا رجل، يلا يا مساعد، يلا شوف شغلك عشان نروح شغلك. يلا فتحوا الشيخ ناصر يا مساعد. كيف فتحوا الشيخ ناصر؟ والله ما بعرف. على العربية. امشي اتحرك. أنا باشا. فتحي خليك سيبها يا حمدي سيبها. ما تضيعش نفسك يا فتحي عشان خاطر يسيب المسدس ده. سيبه يا فتحي ما تتهورش. فتحي خلاص سيبه. هات السلاح، هات السلاح. ماشي يا باشا. سيبه بسرعة. فتحي فتحي
حياتك الباقيه كده عماد يقدر ينام في سلام بعد ما انتقمت من كل اللي شاركوا في قتله. بس انت شو رح تعمل هلا مع المنظمه؟ ما تقلقيش، انا مظبط كل حاجه كويس قوي. اهم شيء انتبه على حالك، all the best. خلي بالك من نفسك. انت كمان. see you.